رقم 5، في عميل يبان ان هو متردد، يقول لك انا مشغول جدا الفترة ديت، انا مش عارف مديري هيوافق ولا لا، انا مش عارف شريكي رأيه ايه في حاجة زي كده، انا ممكن اشتري بس لو السعر مغري، بس لو السعر يعني جميل وجذاب انا ممكن اخد قرار. برضو لما دوت يحصل اسأل اسئلة عشان تكتشف هل ده تكنيك ولا حقيقة. اسأل اسئلة واعرف تفاصيل اكتر عن الاسباب اللي هو بيقولها، في كل الاحوال ما تتهزش، ما تحبطش، لان ده هيبان على البادي لانجوج بتاعتك، وهيبدأ هو على طول يطلب حاجات ويتفاوض. رقم 6 مهمة جدا، خبي انت مهتم بايه. وده مش عشان خاطر انت عايز تكون لئيم مثلا، ده علشان خاطر لو وضحت انت مهتم بايه وايه اللي فارق معاك، ممكن جدا اللي قدامك يستغل كده. لو عرف ان فارق معاك الوقت هيبدأ يتفاوض معاك على سرعة التنفيذ. لازم تخبي انت مهتم بايه، ولو لازم تقول علشان انت عايز الموضوع دوت، قولها كأنها حاجة مش مهمة. انا موافق على اللون الازرق دوت بتاع العربية في حالة ان انتوا تسلموني بدري. قولها على كأنها ايه، حاجة مش مهمة. لكن لو اكتشف ان انت اصلا رايح تشتري اللون الازرق، هيبدأ يتفاوض معاك على العربية ديت. صح ولا غلط؟ هديك مثال على الجزئية ديت. لو انت مقسم بالظبط الحاجات اللي فارقة معاك، امسك حاجة هي مش فارقة معاك قوي واديها اهتمام كبير جدا في الميتنج، فيبان جدا ان انت دي حاجة فارقة معاك. وبعدين اثناء التفاوض هو هيطلب طلبات، ممكن تتنازل عن الموضوع الكبير دوت في عينيه اللي انت اتكلمت عنه كتير مقابل الحاجة اللي فارقة معاك، فاللي قدامك برضو يحس ان انت ضحيت بحاجة كبيرة مقابل حاجة معينة. هدف الموضوع دوت ان برضو ما يبانش ايه اللي فارق قوي معاك علشان اللي قدامك ما يستغلش دوت. مرة واحد صاحبي كان بيشتري ساعة، كان قدامه 3 ساعات، فبص على اول واحدة قال لي مش عجباني، ودي كانت اكتر واحدة عجباه وكانت اغلى واحدة فيهم. بعد كده بص على رقم 2 قال يعني، بص على رقم 3 باين ان هو معجب بيها، بدأ يتفاوض جدا في رقم 3. بعد كده قال له لا دي غالية، راح لرقم 2، فالبائع قلل شوية السعر على رقم 2 علشان عايزه يشتري. بعد كده قال له لا دي غالية وعمل كأنه ماشي، بعدين رجع مسك اللي مش عاجباه وخدها بسعر كويس. طبعا هي بنتكلم على حاجة بسيطة، نموذج بسيط، بس بنفس الطريقة الكلام دوت بيحصل في ميتينجز في ديلز كبيرة بالملايين. في المثال اللي قلته قبل كده، لما كنت عايز أبدل المنتج اللي أنا استلمته بمنتج تاني خالص من نفس الشركة، لو رحت قلت للبياع أنا عايز أغير المنتج ده بالمنتج الفلاني، مين هنا اللي محتاج التاني؟ أنا وضحت قوي كمان أنا فارق معايا إيه، أنا عايز المنتج الغالي دوت الأحسن دوت، أنا عايز أبدل، يعني ممكن يكون هو مش عايزني أبدل، عايز نعمل صيانة للمنتج اللي عندي. لو حس إن ده حاجة فارقة معايا يبدأ يتفاوض معايا. فانا بصراحه ما رضيتش ابدا الكلام بالطريقه ديت علشان خاطر ما يستغلش الموضوع دوت. اول حاجه رحت قلتها له انا عايز الفلوس بتاعه المنتج اللي عندي، انا مش عايز اعمل صيانه، انا عايز الفلوس خالص، بحيث الموضوع يبقى الكفه متوازنه شويه ونوصل في الاخر خلاص بدلها لي بمنتج تاني وخلاص. فيبقى حاسس ان هو مشي خطوه مع الشركه بتاعته وكسب خطوه لصالحه.